أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما
مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. أقف في هذا الفيديو القصير مع تفسير شيء من قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية الكريمة. قال سبحانه: واعبدوا الله. هذه الآية جاءت مفتتحة بالعطف، وهو عطف للتشريع، ليشرع الله سبحانه وتعالى من خلاله أحكاما أخرى إضافة إلى الأحكام التي سبقت في الآيات السابقة. وهذا التشريع المقصود منه هو الأمر بالمعاملة الحسنة مع ذوي القربى ومع الضعفاء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. يخبر تعالى ويصف نفسه بأنه هو رب السماوات والأرض وخالقهما في مقدار أيام 6. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش كما يليق بعظمته سبحانه.
bismillahi irrahmani irrahim. kon ñu tafsir aaya bi ñu doon tajwid léegi nii mu ne wa in aaqabatum ndéem dañ leen a tooñ fa aaqibu na ngeen fayu bi misli ma uqibtum bi ci kem li nga xamee ni si moom la leen tooñ wala in sabartum waaye nag boo leen muñoon bañ a fayu la huwa xayrun lissaabiriin. maanaam seen dégg day mel ni rek duñ mën a dégg lu baax waaye yàlla nee nañ ñooñu moom am nañ mbugal mu méttee 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 métti. wa tafsiru hadihi al-ayat ya ahla al-kitabi qad jaakum rasuluna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yubayyinu lakum shara'i'a ad-din ala fatratin min ar-rusul. bismillahi rahmaani rahim. aaya yooyu moom mooy aaya yi aju ci téere suuf bi yàlla suñu borom di ci wax di ci nettali xisab Ibrahim sidna Ibrahim ak aw nitam mu wax ne wa laqad aataynaa Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi aalimin. yàlla suñu borom nee na joxoon nañ Ibrahim ak matum xel ci jamono joo xamante ci waxtu wu teel lañ ko xamal lu bëree bëri mu doon koo xam ne ku ko gis rek xam ne kii nekkul ne moog ñeneen ñooyam. borom bi dafa bind yàlla mi nga xam ne moo bind doomu aadama maanaam ci doyadi ginnaaw bañ nekkee xale mënul dara ginnaaw bi mu defal leen kattan ñu delluwaat comme nañ lompoñee woon nekk ñu daif suñu borom da leen delluwaat ci loola ñu nekk ñoo xam ne dañuy dem ba nekk waxambaane jaar ci waxambaane dem ba màggat suñ demee ba màggat nag suñ borom bi jaawal leen la daane la aay bi mooy suñ borom mooy bind lu ko soob te suñ borom ku am kàttan la waaye ku xam la. التي كنت أقرأها جرى بين إبراهيم وقومه والله خلقكم وما تعملون الله هو الذي خلقكم أأنتم لا تعلمون ذلك لكن إبراهيم كان يهددونهم ويقولون بأن يدخلوا الدين الحقيقي لكن يبدو أن إبراهيم كدهم في القول لذلك قال ابنوا له بنيانا أي جهزوا المكان سنحرق إبراهيم فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الله قال إنهم يريدون أن يضروا إبراهيم لكن أنا الله